كان عندي شقاوة أكيد بقى، سرقت العربية لما بييجوا يسألوك انت بترد تقول ايه؟ أنت ليه مش فاهمة إنه أنا مش كل يوم عندي بنت 18 سنة بربيها؟ ازيك؟ تمام؟ كويس الحمد لله. انت اتولدت في الرياض ورحت بعد كده الأردن. لما بتبص كده على طفولتك بتقول يا ده انا عشت حياتي بالطول وبالعرض، ولا بتقول ايه ده انا طلعت غلبان، ده انا ما عملتش اي حاجه بالنسبه لعيالي او مقارنه باللي دلوقتي بيحصل؟ ده انا كنت غلبان. بتشوف ايه؟ بتشوف ان انت كنت عامل ازاي؟ ما أعرفش، أنا بسأل نفسي السؤال ده، يعني بسأل نفسي بطريقة فلسفية شوية، بقول طب أنا لو عدت ده من الأول هعمل إيه؟ فلقيت نفسي بقول أنا هعمل نفس اللي عملته بكل حاجة، بكل الغلطات، بكل الأخطاء، بكل المشاكل اللي كنت في لحظات كان في مشاكل تحسها انك انت، او مشكله تحس انك انت مش هتنام بسببها، او تقول تحس ان الحياه انتهت هنا وتطلع بعد كده سخيفه. بس كل ده انا بالنسبه لي هو انا، يعني لو انا فعلا اتخيرت يعني في لحظه من اللحظات انه انا ارجع اعيد ده كله من الاول واشوف الخيارات او القرارات الحاسمه اللي كانت في لحظات في حياتي، هرجع اخد نفس القرارات. يعني بحس ان انا ما وصلتش لهنا غير بسبب كل اللي حصل ده. بالنسبه لي الطفل، انا كنت طفل غلبان، بمعنى مش طفل مشاكس، يعني انا كنت طفل هادي. بس ده ما كانش هدوء. يعني لما ارجع ابص على نفسي انا كنت بعمل ايه، انا كنت مع نفسي، كنت من اي حاجه ممكن اعمل حكايه، يعني العاب تافهه كده اعمل حكايه. يعني اهلي اوقات كانوا فجاه يفقدوني، مش موجود في البيت، فيخافوا يلاقوني ورا الكنبه قاعد ماسك قاصص حاجه كده عاملها راجل ومش عارف ايه، وبعمل حكايه، عايش مع نفسي. الحاجات دي مثلا يمكن اب يخاف على ابنه ويقول ده ابني مثلا لوحده، مش منزوي منطوي، اي مسمى معين. بس في الاخر هي دي كنت انا، يعني كنت بجهز نفسي اكون فنان، اكون ممثل، اكون ستوري تيلر. دي كانت جاهزيتي وانا طفل، كنت بجهز نفسي كده. عندي مشكله مع نوح ابني مثلا، اللي هو انا عايز اسيب له جمله في الحياه، يقول بابا في يوم من الايام قال لي كذا، مش عارف اسيب له جمله لانه هو عارف كل حاجه. يعني لما اجي اقول له مثلا لا بلاش كذا، فيقول لي انا عارف عشان كذا وكذا وكذا، فبقول له يا بابا يعني سيبني، يعني اسيب لك جمله في الحياه، بلاش يعني الجمل اللي هتفتكرها لما تكبر تقول بابا قال لي تعالى يا نوح، روح يا نوح، بس مش عارف اسيب له جمله. مش لازم كل حاجة نجوجل، ممكن نسمع من ما انا أهالينا. مش عارف اكون اذكى منه. انت فعلا هو هيدخل يشوف انت اللي قلته صح ولا غلط، ويجيب لك فاكتس جديدة و... ويقول لك عليها. واوقات هو عارف حاجه، مم. يعني مش عارف مين كان ستاند اب كوميدي، اي ثينك كيفن هارت اعتقد، يعني لو المهم الجمله الاهم، مش مهم الشخص، اللي بيقول انك انت اذكى من ابنك اول 4 سنين، بعد كده هو ايوه اذكى. ايوه. بعد كده هو اذكى منك يعني. وفعلا دي حقيقه، يعني في الحياه، في المعلومات، يعني احنا كان السورس بتاعنا اللي هو المدرس او باباك او اهلك. دي المعلومات تاخدها من هنا وتامن ان هو ده، طالما بابا قال الكلمه دي او المدرس قال الكلمه دي يبقى هو صح، فتاخد المعلومه من هنا. بس دي اثرت علينا كتير. يعني انا مثلا لانه مدرس في لحظه من اللحظات، وما عنديش ماده ادور فيها، فالمدرس لانه في لحظه من اللحظات وهو بيدرسنا عن نظريه التطور، عن داروين، قال داروين الكافر قال كذا، فانا كرهته. انا كرهت داروين وفضلت قافل طول عمري من داروين، مع ان انا غيرت طريقه تفكيري، فضلت قافل لغايه ما لحظه كبرت قلت وانا ليه قافل من الراجل ده؟ يعني انا ليه قافل منه؟ طب انا افهم بيقول ايه، ما اقرا واشوف كان فعلا افهم، صح ولا اتفق لا. او ما اتفقش معاه، بس افهم دي نظريه موجوده في العالم، لازم افهم. يعني ما ينفعش انا عشان المدرس قال لي ده كافر فانا افضل قافل منه. دلوقتي الجيل ده ممكن تقول له فياخد يسمع المعلومه، بس انت مش المصدر الوحيد للمعلومه، بالظبط. هو يروح يشوف داروين قال ايه او غيره او whatever، يعني ويجي يقول النظريه لك. ويصلح. ف ما اعرفش، يعني يمكن دي نعمه احنا ما كانتش موجوده عندنا. بس انت كنت بتقرا كتير، وكنت بتقرا كتب عن حسن البنا، كنت في الحته دي قوي، وفي السن ده اللي هو بين الطفوله والمراهقه، لما الاهل بيشوفوا حد بيقرا في حته سكه واحده ورا بعض يقول لك الكتب لحست دماغه، او كان في كده كلام بيتقال. صح مظبوط. وفجاه دخلت لقيت باباك شال كل الكتب دي وحط ماركس وحط لينين ونوع تاني خالص. بالظبط. كان خايف تتوه؟ كان خايف على تفكيرك يضيع في حتة معينة؟ اكيد المرحله كمان اللي انا فيها دي مرحله صاغت فتره يعني صعبه، كانت صاغت الفكر المتطرف كتير، يعني هي اثرت. يعني يمكن شويه احنا دلوقتي الناس بقت او الاجيال عارفه فاهمه، بس احنا كان الفكر المتطرف
ده يعني تعتقد انه فكر عادي او حقيقي. فابويا كان خايف، انه حس انه انا رايح في الاتجاه ده كتير، فما كانش عنده مشكله اني اقرا. فكانت فكرته انه خلاص قريت دول ما يبقوش قاموسك او قانونك، يعني ما يبقاش الكتاب ده بعد ما قريته مره يبقى هو احب كتاب ليك، خلاص نغير ده. ففي يوم عارف ان انا مش هعرف اخد القرار ده، فهو لانه اكبر، فهو فاهم وقارئ، فهو قال لي طب خلاص انت قريت دول، اقرا حاجه تانية، يعني اسمع، شوف كل حاجه، سيب قناعاتك هي تحركك، بس في الاخر ما ينفعش تفضل قافل يعني. غير المكتبه كلها اتغيرت في يوم وليله، فجاه لقيته كده واحتديت انا وزعلت وكده، بس هو فهمني قال لي لا انت لازم تقرا. يعني يعني دي حاجه من الحاجات اللي صاغت طريقه تفكيري، انه انا منفتح في فكره انه للاراء، يعني بحب اسمع كل الاراء، ما عنديش مشكله مع رايي يعني. وخصوصا انه احنا دلوقتي في العالم اللي احنا فيه ده، بالتكنولوجيا الموجوده بالسوشيال ميديا، بقينا قرى، يعني عارفه، يعني كل واحد لم الناس اللي حواليه اللي شبهه. أيوة. يعني حتى لو انت بالفريندز ليست اللي عندك على الفيسبوك، ولا انت لازم يكون الناس اللي عندك بتقول شبه الكلام بالظبط اللي انت مؤمن بيه، بغض النظر هو ايه. فلازم تلم، ولو حد اختلف فيه بقى في البلوك وفي مش عارف ايه وكده، انت مش قادر تسمح للاختلاف، وفي غيرك بيشيلك كمان، يعني هو غيرك كمان انت مش شبهه فهو بيشيلك. فبقينا بنكلم بعض بس، يعني مجموعة بتكلم نفسها، مش قادرين نسمع بعض يعني. طريقة التفكير انك تكون منفتح، انك فعلا انت تبتدي تقول انا هسمع، انا مؤمن باللي انا مؤمن بيه، ما فيش حاجة هتخوفني طالما انا واثق، مفيش حاجه هتخوفني. الخوف انك انت ما تسمعش، يبقى اللي انت مؤمن بيه ضعيف. لما ترفض تسمع يبقى أيوة. انت ايمانك ضعيف باللي انت مؤمن بيه، خايف تدخل اي فكره جديده لحسن عشان مش يكون واثق. بالظبط. مش واثق. طب انت كان عندك الاكستريمز، انت كان عندك حاجتين غير بعض، يعني اللي بيقرا وقاعد في الاوضه وعنده مكتبه كبيره، وبعد كده بسرق العربيه وبعمل حوادث، صح ولا لا؟ ما هي دي حياتي. لا، ما انا يعني مش اكستريم، ممكن عشان انا عقرب، يمكن اه العقرب اكستريم، هو كده طبيعته. فبس دي القرايه والثقافه ما لهاش علاقه بالشقاوه. بالخبرات الحياتيه اللي لازم، يعني لا اكيد يعني كان عندي شقاوه، اكيد بقى سرقت العربيه وسرقت العربيه، وكانت اول مره يعني كانت غريبه، يعني كنت فاهم السواقه نظريا. يعني اول مره تسرق هي المره اللي عملت فيها الحادثه؟ اه يعني اتقفشت من ده اول شفت مره؟ الحظ، يعني اللي هو مش مثلا اخر مره بعد ثالث اربع، لا هي اول مره. وكنت يعني كنت فاهم السواقه نظريا، يعني انه العربيه بابا كانت مانوال كمان، يعني هي سواقه صعبه. فقعدت انه يشرحوا لي الناس صحابي اللي عارفين يسوقوا، يشرحوا لي الموضوع. فانا في يوم من الايام قمت، يعني كان اهلي كانوا عند ناس، احنا عندهم، فقمت واخد العربيه وطالع. بس يعني انا لما ارجع للموضوع افتكره، يعني خطر، يعني أيوة. انا ما قلبي يقف لو ابني عمل العمله دي. بالظبط. بنفتكر الحاجات اللي احنا عملناها ونقول يا نهاري لو ده حصل دلوقتي انا هعمل ايه وبتاع، طب ما هي حصلت وعدت. بس الموضوع ده اثر عليا في كتير. انا اتعلمت السواقه على كبر، يعني عشان كده انا سواقتي هاديه جدا، يعني انا ما بحبش اجري، ما بحبش الجري. كان مش عندك كام سنه في الحادثه دي؟ I think 14 حاجه كده. ده بدري قوي. بدري جدا، بدري جدا. وسايق انا مش عارف، العربيه أيوة. ماشيه لوحدها، ربنا ستر يعني. بمناسبة الكلام عن الكتب وحسن البنا، الجماعة كان مسلسل خطير وقال حاجات كتير جدا كنا محتاجين نسمعها، ما كناش هنقراها. يعني في ناس كتير مش بتقرا الكتب، بس فرصتها هتروح انها تعرف عن معلومات تاريخية او عن البلد او عن المجتمع كان بيفكر ازاي وقتها. مظبوط. فالمسلسل كان مهم عشان كده. انت شايف الاعمال دي دلوقتي مهمه قد ايه؟ يعني انت عندك جيل كامل عنده منصات كتير قوي، بيشوف حاجات كتير قوي من بره، خلاص بيدخله رسائل وبيدخله افكار من كل حته في العالم. شايف قد ايه مهم ان احنا نحافظ على الهويه بتاعتنا، او يعني مش الهويه التاريخيه بس عامه، احنا مين، كنا مين، حصل معانا ايه، عشان نقدر ان احنا نبني شخصيه للمستقبل. يعني انا مش عايز اخد الحوار اللي بينا في منطقه تنظير، بس يعني طالما سؤالك بالعمق ده، لا هرد عليه بالعمق. حاول تبقى عميق شويه. يعني اوكي، انا مش عايز اكون تقيل، بس يعني خلينا نتكلم طالما بنفتح المواضيع. خلينا نقول انه
انه نبتدي من نظريه انه الشعوب اخلاقيا بتقوم على 3 حاجات، على الدين، على الفن، على الفلسفه. دي ال3 طبعا. محاور اللي اشتغلت على المجتمعات اخلاقيا. الفن له دور في صناعه الاخلاق عند المجتمعات، ما بيلغيش الدين وما بيلغيش الفلسفه، بس خلينا نقول لو الشعب اعتمد على عنصر واحد، على الدين فهو متطرف، على الفلسفه فهو مغيب، وعلى الفن فهو بعيد عن الواقع. لما يجي مثلا مسلسل زي الجماعه بيحرك اسئله عند المشاهد، بعديها هو بيبحث. يعني العمل الفني ما بيلغيش المعلومه انك تروح تدور عليها، لازم تروح تدور عليها. انت سمعت مثلا في مسلسل الجماعه طريقه تفكير الجماعه دول وتكوينهم وازاي ابتدوا يفكروا كده، ده حرك المجتمع انه يروح يدور بعد ما كان معتقد انه دي جماعه قديمه ومش عارف اساسها ايه وانه ناس بتوع دين. لا، الموضوع اتحرك، زق الناس في اتجاه انه يبحث. الجماعه واحد من المسلسلات اللي فيه مسلسلات كتيره اتعملت حركت الناس في اتجاه انك انت تروح تدور، تحاول تفهم، عملت اسئله عندك كمشاهد، يعني خليتك تسال هما مين دول، هما ايه طريقه التفكير دي، هما ليه مش زي ما انا كنت متخيل او سامع، ليه الصوره اللي كانت واصلاني مش صحيحه، فتروح تدور. ده دور العمل الفني. ايه يعني احنا اتكلمنا عن الهوية وقد ايه مهم ان دلوقتي الناس تشوف ده. ايه الحاجات القيم اللي انت مهما طورت من نفسك وبقيت يعني اشتغلت على افكار كتير مش فارق معاك ناس يقول عليك انت ما بقتش open minded ده closed minded؟ يعني ايه القيم اللي انت مش عايز تغيرها ومش فارق معاك خالص الناس تقول عليك ايه ده يا عم انت مش open minded ليه، ما تفتح دماغك شوية؟ بصي مثلا انا مش مقتنع بفكره، ممكن تكون غريب اللي هقوله، بس انا مش مقتنع بفكره انه انت صديق ابنائك. مش هينفع. مش هينفع عند مرحلة معينة ولا مش لا، هينفع خالص؟ مش هينفع خالص. انت لو هتسعى انك تكون انت صديق ابنك مش هتعرف تكون صديقه، فمش هتعرف تبقى ابوه. بس لو خايف مش هيحكي لك، احنا لا معروفة. لا، مش خوف. انت مش دي العلاقه اللي بينك وبين ابنك او بنتك، مش خوف. بس انك انت تقول انا وهو اصحاب، لا، ما مش صح. انا مش مقتنع بده. ما دي من الحاجات الناس ان اصحابي يقولوا لي، يعني لو هنسميها تحت بند اوبن مايند، بس انا مقتنع انه انت هتخسر دورك. انت مش هتعرف تبقى صاحبه، هو مش هيحطك في مكان صاحبه خالص، فهو بيبقى هيضحك عليك، بيحسسك انك انت صاحبه، بس هيفضل عنده حاجات هو مخبيها، فانت لا هتعرف تكون ابوه عشان هتخسر كل الادوار ولا هتعرف تبقى صاحبه. فدي انا نقطة مثلا مش مقتنع بيها. في ناس بتسلك سلوك فكرة انه انا ابني صاحبي فبيخرجوا خروجات ومش عارف ايه، لا، انا دي من الحاجات اللي انا حاسس انه مش صحيحة، وبتخسرك دورك، ولا هتعرف تكون صديقه ولا هتعرف تبقى ابوه. بمناسبة القيم، صلة رحم عجب ناس كتير قوي، مسلسل مهم قوي، أول مرة في الدراما نتكلم على التوبيك ده. وأهم حاجة في المسلسل أو نقطة مهمة جدا في المسلسل، الضرورات تبيح المحظورات، كل واحد بيفسرها زي ما هو عايز. انت شايف ان احنا بقينا قوي كده في الحتة دي، ان احنا بنفسر ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش وبنحكم على بعض ومش بنبص في المراية بقى احنا اصلا نفسنا بنعمل ايه في الشارع، ايه القيم اللي احنا بنتبناها وايه القيم اللي لا؟ يعني شايف ان كل واحد بيفسر ايه اللي ممكن يعمله طالما اقدر يبقى اعمل بقى اي حاجة انا عايزها؟ دي نقطة مهمة ما كانت في المسلسل. يعني الفريم بتاع المسلسل كان الفريم الاساسي او الحكاية والهوك بتاع الحكاية اللي هو فكرة انه الراجل بيحاول يأجر رحم تعويض عن عقدة الذنب عنده لمراته، وعايز الحل انه الابن ده عايزه من مراته دي، مش عايز الحلول التانية يتجوز كده، هو عايز ده الفريم الاساسي. بس الحكاية برضو كانت بتتكلم عن فكرة الحكم، انك انت بتحكم من بعيد، خلاص فلان عمل كذا فهو كذا، من غير ما تفهم ظروف الشخص. يعني حسام في الحكاية صلة رحم، هو سامع رأي الدين في الموضوع وعارف انه غلط، وهو سامع رأي القانون وعارف انه غلط، ومكمل في الرحلة دي. في اللحظة دي الكل حاكم على انه انت شخصية توكسيك، وده كان التفاعل من الناس كده يعني اثناء عرض المسلسل. لكن
في اللحظه اللي مات فيها حسام الناس عيطت، او يعني في نسبه ناس كتير ابعتوا لي انهم عيطوا في اللحظه دي. مش عيطوا عشان هم عيطوا عشان فهموا الظرف اللي كان فيه البني ادم ده. يعني هم فهموا الظرف اللي كان فيه، فهم فهموا البني ادم، فهم تفاعلوا، تعاطفوا معاه كبني ادم، عارفين انه غلطان وعارفين انه رحلته كلها كانت غلط، بس هو في تعاطف بقى مع البني ادم. ودي حاجه مهمه كانت في مسلسل صلة رحم، انه في عندنا حكمنا من بعيد، بس حكمنا مش صح. لما تعرف البني ادم، تعرف الظرف اللي هو عايش فيه، هيتغير حكمك. بس برضو النقطة اللي هو أنا أقدر أعمل ده فأنا عملته، يعني أنت عارف الحتة دي بقت موجودة كتير، اللي هو عشان أنا أقدر فأنا هعمله. فهو ده الحتة اللي كنت بتكلم فيها، إنه إحنا بقينا شوية حاسين إن إحنا نقدر نعمل حاجات كتير غير الأول، فبقينا نعملها من غير ما نفكر إن ده ممكن يعمل إيه في بالعواقب بتاعتها. قرار مهم. يعني أنا واحدة من الحاجات المهمة كانت في مسلسل صلة رحم هو القرار. قد إيه إحنا أوقات قرار بسيط ونكون مستدفهينه، بس بتكون تبعاتها كارثية يعني. فأوقات فعلا القرار ده مهم في حياتنا. يعني لون القميص اوقات اللي انت بسرعه الصبح وكده هيفرق معاك. في قرارات كتيره في حياتنا بنعتبرها بسيطه ونقول عادي، بس هو بيكون اثرها كبير بعد كده في حياتنا. شكل الفيلن في الدراما والسينما اتغير عن زمان، شكله يخوف وقتال قتله وبتاع، دلوقتي عادي لابس وات بانس وبيشرب قهوه ساقعه وهو قاعد جنبك في كافيه ويطلع في الاخر فيلن. وانت عملت الدور ده صح. وكنت فيلن في حاجات كتير، تراب الماس، هذا المساء، بس فيلن في الابيوز، شخص ابيوسيف جدا، عنده مفاهيم عن الرجوله غلط تماما عن المفروض يكون. احنا عملنا قبل كده حمله اسمها رجوله ادب، وكنا بنتكلم على حته ان احنا كبرنا شايفين الرجوله ازاي، ولما كبرنا يعني كبرنا قصدي على مفاهيم غلط، ولما كبرنا غيرناها، وفي اللي بيغيرها وفي اللي ما غيرهاش. مظبوط. انت نفسك لما شفت الشخصيات اللي لعبتها دي، شفت الشخصيات دي حواليك، وانت في اي حاجه فيك كانت في شخصيه منهم وغيرتها واختلفت معاك وفرقت معاك لما غيرتها؟ خلينا نقول الفيلن اتغير، بس هو ده الحقيقي. يعني الفيلن اللي كان موجود اللي هو في الشخصيات الشريره، اللي هو انت يعني كان بيتعمل الفيلن بطريقه اللي هو اول ما تشوف طب انت شكلك فيلن، يعني ازاي انا هحبك بقى او ابقى صديقك. او اكيد احنا مش طيبين طول الوقت، واكيد في حياتنا وفي رحلتنا اذينا ناس وتاذينا من ناس، اكيد عملنا كده. بس الفكره انك تقف. يعني مثلا زي مثلا اختياراتي مدمره حياتي يعني. أيوة. اوكي، لا هي مش اختياراتك مدمره حياتك، هو انت لسه ما وصلتش للاشاره الحقيقيه اللي تقول انا ليه الشخصيات، ليه النوعيه دي دايما بتدخل حياتي، ليه الشخصيات دي دايما بتدخل حياتي. ما تعلمتش، انت ما تعلمتش في حاجه باترن انت لازم تكسره في لحظه بالزبط. لازم تفهم انت ليه، او البنت، او ليه انا النوعيه دي اللي بتدخل. مش لانه مثلا كل الرجاله وحشين، ولا لانه كل الستات وحشين، لا، لانه انت في حاجه جواك بتخليك تدور على النمط ده. وانت فهمت ازاي؟ يعني امتى فهمت؟ لما بدأ يحصل لك مشاكل، ولا لما رحت كلمت مع حد؟ يعني امتى فهمت ان ايه ده على فكرة المشكلة فيا انا مش في اللي حواليا؟ امتى فهمت؟ مع الوقت اتعلمت حاجة في حياتي، انه انا احب مثلا لو في مشكلة في حياتي فانا اشيل اكبر جزء من المشكلة. يعني مثلا مع مراتي مثلا لو في خناقة ومختلفين على حاجة، احب افكر انه اكبر غلط نسبة الغلط عندي مش عندها، عشان لما يكون عندي نسبة الغلط اكبر هعرف احل، لانه التاني مش هقدر اراهن هو هيعرف يحل ده ولا لا. فهي الفكره مش انا هشيلها كل المشكله انت اللي غلطانه، طبعا مفيش ست غلطانه انت عارفه، فلازم اكيد، فمش لازم هي تكون هي غلطانه كل حاجه. بحب اشيل النسبه الاكبر، يعني ده مع التجربه. ما كنتش كده، يعني مش هقول لك انا كنت كده من اول. دي مثاليه زايده قوي يعني، بجد فعلا نصدق. مش مثاليه، هي فكره انه انت تفهم في نظريه 70-30 او حاجه كده، اللي هو في المشاكل في ريشيو يعني. فلازم اشيل ال 70%. المشكله شيل ال 70% وحل. على الاقل انت هتضمن من نفسك انك انت تحل. ده خلاني ابص على الحاجات كتيره في حياتي كده. في مسلسل تغيير جو، الاب بنته بتكبر وبيحصل لها تغيرات فسيولوجيه في جسمها، وهي قاعده معاه وهو بيحتاس، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يقول لها ايه، مش عارف يجيب لها ايه، بيروح صيدليه مش فاهم يشتري ايه وايه، يعني خايف يسال اصلا. انت لما ايثار كبرت ودخلت في السن ده،
كان في حوار مفتوح ما بينكم؟ كنت بتتكلم معاها عن اللي بيحصل لها، عن تغييرات، ولا كنت حاسس ايه ده انا هاخد جنب بقى ومامتها اللي تتكلم معاها؟ يعني ايه اللي كان بيحصل؟ انا زمان كنت يعني قبل ما اتجوز كنت دايما بقول لاهلي انه انا نفسي يكون اول مولود عندي بنت، عشان اوريكم ازاي البنت الراجل بيربي بنت. والله. آه آه ف وفعلا ده اللي حصل. كانت اول مولود عندي بنت ايثار. آه فطبعا وهي بيبي ده مختلف الموضوع، يعني وهي بيبي لسه بتكبر كده، بس لما ابتدت تبقى بنوته وصبيه يعني، فابتديت انا لايس يعني مع النظريه بتاعتي نظريا، ومع الاب الحقيقي لايس مع فكره التعامل بكل شيء. يعني هل هو الموضوع لازم يكون مفتوح، ولا هو فعلا زي ما اهلي كانت الحاجات مقفله في جزء انت ما بتتكلمش فيه، وتعمل نفسك مش شايفه، وتعمل نفسك انك مش شايف. هل هي دي الفكره، انك تعمل دينايل وتكون مقتنع انه لا انا بنتي تمام وهي زي الفل بس انت كائن بيكبر وبيتغير وبيتغير مشاعره وانت عامل نفسك مش شايف. ف... فدي مش تربيه. وفي الاخر في قوانين كده اللي هو ما تعمليش ما تعمليش ما تعمليش، ومقتنع انه انت كلامك ماشي، وبتضحك على نفسك انك انت كلامك ماشي على بني ادم بيتطور بالظبط على كل يوم. على بني ادم بيتغير نفسيا وفسيولوجيا وكل حاجه، وعامل نفسك مش شايف. لو ده يرضيك كنوع من التربيه فتمام، بس اعرف انك انت مش عارف، ولما بتكون مش عارف مختلف عن عارف يعني. تمام. الفكره كانت انه انا مشكلتي كانت يعني مع ايثار شخصيتها قويه جدا، وبنفس الوقت انا بتعلم. يعني في جمله مره حصلت انه انا وايثار بنتناقش، فبتقول لي انت ليه مش فاهم، انت ليه مش عارف تتعامل معايا؟ قلت لها انت ليه مش فاهمه انه انا مش كل يوم عندي بنت 18 سنه بربيها؟ انت اول بنت بربيها عندها 18 سنه. فانا بتعلم معاكي على فكره. اوعي تفتكري ان انا عارف اعمل ايه وانت جاي على عارفه اللي هو على انا جاهز تمام، فانا عارف اعمل ايه. انا بتعلم معاكي. احنا بنربي بعض على فكره. مفيش كتاب بيعلمك كل حاجه، ومفيش بالظبط. ابنك مش انت بتربيه او بنتك، هو انتوا بتربوا بعض، لانه هو انت بتتعلم منه وهو بيتعلم منك. فانا اكيد عندي اخطائي في التربيه، بس هي الفكره انه ما ينفعش تعمل نفسك مش شايف. يعني وخصوصا مع البنت ما ينفعش تعمل نفسك انك انت مش شايف ومقتنع تماما انه انت مسيطر وكل حاجه تحت السيطره لا 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 لا، ما ينفعش. طب لما تحب تبين لهم ان انت لا على فكره انا مش كبيره قوي، انا كول وبتاع، بتعمل ايه عشان تلفت انتباههم ويحسوا ان انت ايه ده طلع فعلا لذيذ، ده طلع فعلا كول، ولا لا هم هو مش انا كول، بيقتنعوا؟ لا انا كول يعني انا كول، مش محتاج اثبت لهم ده، هم عارفين ده. هم شايفين ده. هم شايفين ده. عرفت ازاي طيب؟ لا يعني من التعامل. لا انا مش عامل، لا مش اب السيد انا، يعني مش كده. لا لو فهمت الفكره انه انا مش صح مش صديقهم انه انا السيد، لا يعني الموضوع ده مختلف يا سيدي. انا بحافظ على مسافه الاب والابن، بس لا في حاجات مشتركه، وفي بنضحك وبنهزر وبنهبل في البيت عادي. تسمع نفس المزيكا، تحاول تسمع نفس المزيكا اللي بحاول. بيسمعوها. على فكره هم عالمهم مختلف، يعني انت عارفه عشان كمان دلوقتي خلاص بقى نسبه الاكبر موجودين في البيت. فانا كنت فاكر انه انا سوشيال ميديا بقى وفيسبوك واكس وتيك توك، فانا يعني معاهم كده. فهم طلع هو ليهم عالم تاني اصلا. بالظبط. احنا ده قديم جدا يعني. يعني هو ده قديم بالنسبه لهم، ده عالم عارفه متحف بالنسبه لهم، انه انت لسه يعني فيسبوك ده معتبرينه فيسبوك مش للعواجيز. بيستخدموه اصلا، بيستخدموه بس الشاتنج والحاجات دي مختلفة تماما، عندهم عالم مختلف. ولا هم في العالم ده خالص اللي احنا قاعدين بنتخانق فيه وبنشد شعر هم مش بعض فيه. شايفين. هم في عالم تاني. ابلكيشنز انا ما اعرفش عنها حاجة ولا اعرف اتابعها. انا مش قادر اكوب معاهم ده، ومش قادر الحقه، ومش قادر يعني اقول لك ان انا فارض رقابة عليه، لا انسي يعني. حاولت تراقبه؟ ولا هعرف ولا هعرف يعني. مش هعرف. انا جيل يعني الناس اللي بتراقب عيالها بيضحكوا على نفسهم؟ اكيد طبعا. بيضحكوا على نفسهم يعني. ما اعرفش انت لازم تراقب ايه، تراقب ابنك ولا تراقب الجهاز؟ يعني تراقب الجهاز انت تهت. يعني انت تهت. مش هتعرف الا لو كنت متخصص جدا، دي نعمه من ربنا يعني. انت في المجال ده، فانت عارف في الحته دي فتمام. في الاخر ابنك هو له تجربته في الحياه، يعني ما تقدرش تفرض عليه خبرتك. يعني ما تقدرش هو تجربته، انت ممكن ترشده، انما تفرض عليه انه انا عملت كذا وعملت كذا فنجحت،
لا هو هيعمل حاجه تانية، فما تقدرش تفرض عليه خبرتك خالص. ايه اللي عايز تطوره في نفسك عشان يبقى في بينكم مناقشة صحية، ما يقولوش مثلا ايه ده انت كبرت، لا ده كان زمان. يعني ايه اللي عايز تطوره وشغال عليه عشان محدش يقولك ايه ده كان زمان قوي، انت قديم قوي؟ لا بحاول، يعني بحاول انه افهم العالم بتاعهم، افهمه، مم. يعني افهمه على قد ما اقدر، على اساس برضو ما يكونش في لغه بعيده بيننا. يعني لغتنا تكون مختلفه تماما، انا بتكلم في حاجه وهم بيتكلموا في حاجه، بحاول اقرب المسافات. ودي علاقه اعتقد بين الاهل والابناء دي جديده احنا بنعيشها، يعني مم. احنا الجيل اللي بنعيشها دلوقتي. الجيل بالظبط. اللي قبل ما كانش، وابنك مش هيعلمك حاجه، انت بتعلمه كل حاجه. شغال على ايه دلوقتي؟ ما فيش حاجه واضحه، بشغل على افكار يعني انا مهووس في فكره، لسه فكره الخط اللي كان موجود في تغيير جو، اوكي. الراجل اللي لازم يتعامل مع بنته المراهقه. حلو. انا دي حاجة تبسطنا كلنا هنا. انا حابب ان اتكلم في المنطقه دي، حابب اتكلم عن الست في حياه الراجل، كل ست، مش بمعنى الحبيبه، الام، مم. الاخت، البنت، الزوجه، الحبيبه. يعني ده الست في حياه الراجل، ومش من منطلق الراجل التوكسيك، الراجل العادي، مم. الراجل العادي الحقيقي الطبيعي. برضو انا حابب اتكلم في المنطقه دي، ففي مشغول فكره، ببني فكره كده مع سيناريست، بس لسه مش واصلين اللي احنا عايزينه، بس بنشتغل عليه. يعني ده موضوع انا حابب اتكلم عنه. شكرا اياد، اتبسطنا جدا ان انا انت كمان كنت معانا النهارده. انا كمان جدا، شكرا ثانك لك، يو. شكرا.